عمل من الفسيخ شربات وحول الخردة لطيارة هليكوبتر. أيوة زي ما سمعت كده. فيديو انتشر بسرعة على السوشيال ميديا لشاب مصري قرر يعمل حاجة مختلفة عن أي حاجة ممكن تتخيلها. الشاب ده جمع شوية حديد وخردة وبدأ يحولهم لفكرة كبيرة، طيارة هليكوبتر كاملة معمولة بإمكانيات بسيطة جدا. والمفاجأة مش بس في الشكل، لا ده الطيارة كمان اشتغلت فعلا وهي على الأرض، وقدر يشغل الموتور وركب فيها منرو سيارة علشان يظبط التوازن. واحنا مش بنتكلم عن تجربة وخلاص، لا ده شغل فيه تفكير وتجربة ومحاولات لغاية لما وصل للنتيجة دي. الفيديو قلب الدنيا والناس كلها على السوشيال ميديا اتفاعلت معاه، وفيه اللي قال فعلا ما فيش زي عبقرية المصريين، وفيه اللي قال الحاجة أم الاختراع. وفي نفس الوقت في ناس تانية بدأت تسأل يا ترى دي مجرد تجربة ولا ممكن تتطور لحاجة أكبر من كده؟ انتوا كمان قولوا لنا رأيكم في التعليقات. تفتكروا الطيارة دي ممكن تطير فعلا في يوم من الأيام ولا هتفضل مجرد تجربة على الأرض؟